السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كده هريسة الشطة. طبعا الفلفل ده متوفر في الاسواق وكمان سعره مش غالي خالص. دي فرصة بقى ان احنا نجيب منه كده ونعمل هريسة الشطة ونخزنها وتقعد معانا من السنة للسنة. طبعا عارفين ان هريسة الشطة بتدخل في اكلات كتيرة جدا، يعني ممكن البتنجان المخلل، ممكن على وش المحشي، ممكن في صلصة الكشري. في حاجات كتيرة جدا بتدخل الهريسة، وهقول لكم ان شاء الله على كذا نوع كده او كذا وصفة بيتعمل بيها هريسة الشطة في نهاية الفيديو. تعالوا في البداية خالص نجيب كده الفلفل بتاعي، انا غسلته طبعا، وهبدأ ان انا اجيب شفشق الخلاط وهشيل بقى العنقود الاخضر بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا مش هشيل البذور اللي جوه، انا عايزه البذور تبقى باينه كده. انت لما بتشتريها من السوبر ماركت بتبقى البذور بتاعه الفلفل باينه كده في البطرمان. هبدأ ان انا اقطع كل كمية الفلفل دي كده في الخلاط، وطبعا هشيل العنقود الاخضر منها لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. وبعد ما خلاص خلصت كل الكمية هبدأ ان انا اجيب بقى راس توم كده مقشراها وانزل بيها كده على الفلفل، ونص كوباية من الخل. طبعا انا حطيت الخل علشان يمشيلي الخلاط شويه، وطبعا بالمعلقه كده ببدا ان انا اقلب الفلفل علشان يمشي جوه الخلاط. طبعا هو مرضيش ان هو يمشي في الاول كده، حطيت له زودت له نص كوبايه خل كمان، يعني كده حطينا كوبايه خل كامله على الهريسه بتاعتنا اللي في الخلاط علشان تمشي ايه في الخلاط بس كده. وبعد ما انضربت حطيناها رجعناها تاني كده في الحله. طبعا هننزل كل اللي في الخلاط وبقت ايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تعالوا بقى نجيب شويه بهارات كده نحطها على الهريسه بتاعتنا قبل ما نحطها على النار. في البداية خالص عندي معلقة كبيرة كده، خدوا بالكم المعيار اللي انا بعاير بيه معلقة الكبيرة. عندي ملح، وكمان عندي كمون وكزبرة ناشفة وبابريكا، وكمان معلقتين كده من السكر، وعندي بقى نص كوباية من الزيت بس كده. وهقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وبعد كده هرفعها على النار لحد ما احس ان كل السوائل اللي فيها بدأت ان هي يعني تتشرب كده وخلاص. يعني خدوا بالكم النار تكون هادية، ما تكونش نار عالية قوي، على بال ما الهريسة بتاعتي تستوي وتتشرب كل المية اللي فيها على النار. اجيب بقى البطرمانات بتاعتي كده وابدأ ان انا امسحها بمنديل ناشف كويس جدا، واتأكد ان هي خلاص تمام التمام ناشفه جدا كده. خلاص رفعنا الهريسه من على النار كده، استوت معايا خالص واتشربت كل السوائل اللي على الجوانب دي كانت الزيت طبعا مش هيتشرب، فهو ده اللي فضل معانا. طبعا سبتها تهدى شويه، وبدات ان انا اجيب بقى البطرمان وابدا ان انا اعبي الهريسه بتاعتي كده. عايزه اقول لكم ان هي انسيابيه جدا وطعمها حلو قوي، يعني رغم ان هي مشطشطه ومولعه بس كان طعمها رائع فعلا يعني. يعني وصفة ان شاء الله ناجحة جدا، وجربيها ومش هتندمي ابدا، هتحطيها بقى في كل اكلاتك. طبعا قلت لكم ان احنا ممكن نحطها يعني مثلا على تتبيلة السمك، ممكن نحط معلقة منها كده على تتبيلة الفراخ، ممكن نحط برضو طبعا في البتنجان المخلل، ممكن على وش المحشي. يعني ممكن طبعا لما تيجي تخللي ليمون، تخللي خيار، ممكن تحطي معلقة منها تبقى حلوة جدا. يعني هتنفع في حاجات كتيرة جدا، وان شاء الله لو استخدمتها في اي وصفة هعملها ان شاء الله هقول لكم عليها، واسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.